كان في شاب اسمه هشام بيشتغل في مكتب محاماة، وراجع من الشغل متأخر كل يوم. في مرة هو راجع لقى على باب شقته ظرف صغير جواه مفتاح، بس مش شبه أي مفتاح شافه قبل كده. معدن غريب تقيل ورأسه محفور عليها شكل عين. ما فكرش كتير، قال يمكن حد بيهزر، ورمى المفتاح في درج الكومودينو. في نفس الليلة حلم بشخص لابس اسود واقف قدام باب خشب قديم. الشخص مديله المفتاح وبيقول له افتح، بس متقفلش تاني. صحى مفزوع، والغريب لما فتح الدرج المفتاح اختفى، بس لقى ورقة مكتوب فيها انت فتحت خلاص. من اللحظة دي كل ما ينام بيصحى يلاقي حاجات في الشقة متغيرة. الساعة معلقة بالمقلوب، الصور مقلوبة، الكراسي مش في مكانها، وساعات بيبقى سامع صوت خطوات في الصالة وهو متأكد انه قافل الباب بالمفتاح بتاعه. قرر ينام في بيت صاحبه ليلة، لكن وهو هناك سمع صوت المفتاح بيرن جواه. حس بحاجة تقيلة في جيبه، طلع المفتاح، نفس المفتاح اللي اختفى. وصاحبه قال له هو المفتاح ده بتاعك؟ لقيته تحت وسادتي امبارح. المفتاح ده مش بيفتح باب، المفتاح ده بيفتح باب ليك، بس انت مش هتعرف تقفله تاني.